يا صباح الفل والياسمين على احلى واغلى متابعين، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. النهارده جايين بروتين ان شاء الله يعجبكم، بس قبل اي حاجه نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم زد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونبدا كلامنا ببركه بسم الله. النهارده هنبدا روتيننا من الفجر او الضحى على حسب ما انت متعوده. عايزه تحسي بالشتاء واليوم في الشتاء، اصحي من بعد الفجر او اصحي صلي الفجر وكملي يومك وابداي روتينك عادي جدا. هتحسي ببركه اليوم، لان طبعا النهار قصير والليل طويل جدا. هنا صلاه الفجر وقرات الورد بتاعي عشان خاطر منساش. بعد كده عملت فطار كان عباره عن بتنجان بطاطس مخموره وبيض مقلي وفول وجبنه بالطماطم. وبعد كده نضفت المطبخ بتاعي، كان في مواعين مغسوله رجعتها مكانها، كان في مواعين عايزه تتغسل غسلتها طبعا بعد الفطار، ورجعت كل حاجه مكانها وخليت المطبخ جو هادي ورايق وصوت الراديو شغال وكل حاجه زي الفل معانا، في حوض نضيف مفيش فيه ولا طبق، راحه نفسيه لاي ست طبعا. بعد كده عملت كوبايه قهوه ابدا بيها يومي كده بعد الفطار كده ايه، وانا قاعده كده مع نفسي هشوف هبدا بايه، هعمل غدا ايه النهارده، ايه في البيت محتاج يتقلب، ايه في البيت محتاج يترتب وانا قاعده كده. وكمان فتحت اليوتيوب ورديت على بعض من التعليقات بتاعتكم اللي بتفرحني وتكبر خاطري، ربنا يكبر خاطركم جميعا يا رب اللهم امين. هنشرب القهوة واحنا بنتصفح وبنرد على تعليقاتكم الحلوة زي ما قلنا. وبعد كده معايا ورقة وقلم طبعا، بكتب فيها بقى هعمل ايه النهاردة على الغدا، ايه محتاج عندي يتقلب، ايه الأولوية، ايه اللي ليه أولوية وايه اللي ممكن يستنى لبكرة وايه اللي ممكن مش يستنى لبكرة. بس كده، واليوم بيعدي معايا. طبعا لازم ترتبي اولوياتك وترتبي دنيتك عشان خاطر الدنيا تبقاش مكلكعه ولا مكركبه معاكي. بعد كده دخلت الاوض، غيرت فتحت كل شبابيك الشقه. اليوم ده كان الجو فيه حلو، الشمس فيه طالعه بس مش قوي يعني، بس الجو نوعا ما كويس. شلت الفرش في السرير عشان اغسله واغير الفرش، فتحت الشبابيك تهوي الاوض، تهوي الشقه كلها عامه. مهم جدا من وقت للتاني نفتح ندخل الشقة هوا، مبلاش نقفلها خالص خصوصا الشتا. انا كنت بعمل زيكم كده الاول عشان خاطر الولاد، بس في الاخر بترجع بتقلب معانا بكمكمه في الشقه، انت مش هتشميها او مش هتحسي بيها غير لما حد يجيلك من بره. فمن وقت للتاني نفتح الشبابيك ندخل الشمس والنور ربنا الشقه، نهوي الشقه نهوي الفرش، بتفرق معانا جدا وكمان بتدينا طاقه ايجابيه. هغير فرش السراير، شلت المراتب وسبتها شويه ساعتين 3 كده تحت والشباك مفتوح من غير اي فرش ولا اي حاجه. طبعا انا متعوده اغير فرش السرير كل 3 ايام، وكمان بفرش على ذوق الاولاد طبعا اوضتهم. وهم عندي ابن الكبير بخيره بديله اختيار في كل حاجه، ففرشت طقم السرير ده يمكن بتشوفوه معايا كتير. انا مكنتش متجوزه باعداد اللي هي الاوفر اوي اللي هاتي 20 30 40، لا هم كانوا 4 اطقم فقط لا غير. ومع الايام نجدد بلاش تقولك لا لما جبتش 10 مش هتجوز، كله في الفاضي. كل يوم في موضه، كل يوم في حاجات جديده، كل يوم في حاجات احسن من اول امبارح. ف امشوا على قدكم وامشوا بالمعقول والدنيا تبقى زي الفل. مش هيشتكوا ولا هيقولوا اي حاجه خالص على فكره، فهو 6 سنين وزي الفل وكأنه لسه جاي امبارح. وكمان ده بتاع اللحاف، انتوا فاهمين يعني، ده بتاع اللحاف اللي انا فرشته ده. وبعد كده فرشت اللحاف والبطانيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهسيب الشباك مفتوح كمان حوالي ساعه كده. مع قرب العصر كده هكون قافلاه. خلصنا اوضه الاطفال كنسناها، غيرنا هوناها، رتبنا الفرش، رتبنا اللحاف الدولاب كده فتحته وخدت فيه بصه كده سريعه لو في بنطلون مش متطبق، تيشيرت طالع من بنطلون والكلام ده كله سويتها عشان تبقى الدنيا زي الفل، ميبقاش الاوضه في نظيفه. وافتح الدولاب الاقيه مكركب بيديني يعني بيقفل اليوم بصراحه يعني. هقفل النور واسيب الشباك مفتوح واطلع اروح على الاوضه التانية. وقتها في الوقت ده كله كان عندي غسيل طبعا، غسلته ولميته ونشرته وطبقته ورجعت كل حاجه مكانها. انا بس بختصر معاكم. هنا اوضه كبيره، فتحت الشباك بتاع البلكونه. كان قبلها بيوم كان في شتا، يومين شتا كانوا جامدين يعني بجد، وكانوا مغرقين البلكونه. فكان الفرش كده على البلكونه بتاع البلكونه نفسه يتهوى عشان خاطر ينشف من الميه وكده. هنا فتحت الشباك، كانت الشمس حلوه زي ما قلتلكوا والزرع شكله حلو والدنيا زي الفل الحمد لله. عندي غسيل طبقته، سويت الاوضه برضو، فرشت طقم السرير كده وكنستها وهمسحها، وبنفض السجاده بشيلها انفضها واكنس مكانها واقوم فرشاها تاني. سويت اللحاف برضو، بصيت بصه كده سريعا على الدولاب، وبعد كده بطفي النور وبسيب الاوضه برضو على الضوء كده شويه لمده 3 4 ساعات. وبعد كده مع قرب العصر زي ما قلتلكوا بنقفل الدنيا وبنقفل الدنيا تبقى زي الفل معانا ما شاء الله يعني. فده كان الشكل الاخير ليها.
عودي نفسك دايما كل ما تقومي من النوم قبل ما تعملي اي حاجه سوي سريرك، بيفرق معاكي جدا. سوي السرير، طبقتك، اللحاف، الكلام ده كله هيفرق في نفسيتك وهيقلل من جهدك في اليوم كله. بس كده هنقفل النور ونسيبها طبعا على نور ربنا زي ما انتوا شايفين، ربنا ينورها لنا كده يا رب على طول. وهطلع بقى اشوف بقيه اليوم بتاعنا هيمشي ازاي. دخلت طبعا كنت عامله في اليوم ده محشي، عملت انا اختصرت كمان لان النور كان قطع وانا كنت بجهز حاجه المحشي وكده. عملت محشي ورق عنب، وكنت عامله جنب منه سلطه وبطاطس، ما عملتش جنبه اي حاجه تانية، فكنت حبيت كده اوريك الشكل بتاع شكله كده. وانا بقدمه كان لسه سخن طبعا. بس فطرنا اهو وعملنا رودنا، وكمان عملت غدا سريع كده وانا واقفه، ما عملتش جنبه اي حاجه زي ما قلت لكم. كان شويه سلطه وشويه مخلل على بصل اخضر. شيخ طبعا بيحب المحاشي، بيحب شوربه العدس، بيحب الاسماك اللي في صواني، بيحب الحاجات دي كلها. خلصنا غدا، اتغدينا وشربنا الشاي. طبعا احمد كان يجي عمل حضانه وراح دروس ويجي بقى. المفروض بقى هنقعد نذاكر مع بعض. عنده واجبات كده كتير، عنده واجب في الماس وواجب حساب وعربي وانجليزي وحاجات من دي، غير بقى حفظ القرآن بتاعه. فقعدنا كده نناح انا وهو شويه كده، قعدنا حوالي 3 ساعات. كنت انا نيمت اخواته وقعدنا بقى نراجع انا وهو ونذاكر وانا معاه خطوه بخطوه. زي اي ام عندها اولاد في الدراسه روتين يومها لازم يقفل بمذاكره وزعيق بقى وشبشب واقعد وذاكر والكلام ده كله. هنا كنت بقرا وهو بيقرا ورايا. ما شاء الله الحضانه اللي هو فيها كويسة جدا، تأسيسها كويس جدا الحمد لله، يعني جايب نتيجة. هنا بقى القلم ده حكاية تانية خالص، كل ما اجيب له قلم يروح بيه يرجع من غيره، صحابه بيضحكوا عليه. في عيال ما يغرقوش 5 سنين ولا حاجة، لا بيضحكوا عليه وبيستعبطوه، هات القلم ده وخد القلم ده حلو، وهو زي العبيط بيجيب ويجي عادي. فبدأت اتخانق معاه اكتر من مرة. المهم قعدت اسبوع عاندت معاه ان انا مش هجيب له قلم لحد ما يتعود يحافظ على حاجته. فالقلم ده زي ما انتوا شايفين كده جاي مبري من ورا ومن قدام، والسن بتاعه عمال يطلع ويدخل عادي جدا. فانا قعدت حسيت ان انا اللي مرارتي هتدفع، انا اللي بتعاقب مش هو. كل ما يضغط بالقلم يقوم القلم طالع من الناحيه التانية. فطبعا جبت له قلم تاني ونبهت عليه انه لازم يحافظ عليه. وعايزه اقول لكم ان القلم ده كمان ضاع وجبت واحد تاني، يعني مفيش فايده برضه. فربنا يهديهم بقى، ربنا يهديهم برضه. انا مش عايزه اضغط عليه قوي ان هو برضه لسه شويه برضه. بعد كده القلم طبعا تخلصت منه، وقعد بقى هنا كملنا الواجب بالقلم الجديد. هنا كان عنده انجليش، بيمشي على الحروف كده ال A B C D و... وطبعا العربي كده بياخد كل اسبوع كده حرف، يعني بياخد حرفين في الاسبوع تقريبا، وفي نهاية الاسبوع بياخد حرف بتدريباته بتمرينه عشان خاطر يبقى معاه يحفظه يعني وكده. ده الماس كان هنا وصل لحرف لرقم نمبر 7. كنا هنا بيمشي على النقط وتلون وتمشي على الحروف الكلام ده كله، وبعد كده يكتبها لوحده. وهنا دي أنشطة كده، حاجة كده نشاط. هنا بقى انا كنت عامله له الكراسة ديت كده الحرف باشكاله، انا اللي عامله له في البيت. يعني انا متابعه معاه من سن 3 سنين في البيت قبل ما اوديه الحضانه والكلام ده كله. كنت بعمل له تنقيط وتلوين، بدأنا بالتلوين وبعد كده بدأنا بالتمارين والتدريبات، وازاي يميز الحرف وازاي يعرف الحرف ويطلعه من اكتر من كام حرف، ازاي يوصل، ازاي يعد، يعني يمشي على نقط الكلام ده كله. بقيت انا ارسم له هنا عشان اميز له الحرف يعني جيم جزر، تفاحه، عين علم، باء بيضه، طاء طماطم. بقيت اغير له كل فتره، بغير له في الحروف والاشكال عشان خاطر يبقى عارف كل حاجه بحروفها عامله ازاي. هو حاليا ماشي في الحضانه اللي هو مثلا زرع، كتب، صدقه، نبت، الكلام ده كله اللي هي تجميعة الحروف بقى. ربنا يبارك فيه يا رب. دي هنا كراسة المكتب كده، لسه موديه حوالي مفيش 4 شهور. فالحمد لله يعني الحمد لله جايب نتيجة ومستجاب. ربنا يجعله كده من اهل القرآن يا رب، اللهم امين. هنا بقى دي كراسة الحصة اللي بشتغل فيها في الحضانة ومش عارف ايه وشوية حاجات من كده. وبس ده انجليزي بقى توصيل على شوية حاجات من دي. وهنا بيكون خلصنا اليوم، بقيت يومنا راح في المذاكرة كأي بياخد اول حاجة حرفين، بعد كده بقى 3، بعد كده بقى 4. بس كده خلصنا مذاكرة وخلصنا منحية. وهنا لونا وخلصنا وراجعنا. حبيت بقى هكافئه انا بقى، اعمله بقى ايه، متعوداه ان كل ما نخلص مذاكره وواجب اعمل له حاجه من اللي بيحبها، سواء عصير، فشار، اجيب له حاجه من اللي بيحبها، نايتي، بسكوت، الكلام ده كله. اشوف ايه اكتر حاجه بيحبها ويفضلها اجيبها له. بتشجع، بيكتب واجبه وهو مبسوط عشان خاطر بعد كده ياخد المكافأة اللي انا اتفقت معاه عليها.
وربنا يبارك فيه ويبارك في اولادكم جميعا يا رب، ويوفقهم كده اللهم امين، ويجعلهم جميعا من اهل القرآن البارين بينا وبوالديهم يا رب اللهم امين. خلاص كده هنلم كل حاجه، نرجع كل حاجه مكانها. وهنا طبعا ده كان روتين يوم الخميس، بس ننزل متاخر شويه. وبعد كده خلاص خلصنا. عملت لهم بقى كيكه بالشوكولاته وكيكه تايجر، وعملت لهم بقى فشار وكده. بيكون خلص اليوم بتاع النهارده وخلص روتين النهارده. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد روتين جديد. بحبكم في الله، يا احلى واجمل اخوات في الدنيا. خلاص هانت، يعني هانت كلها حاجات بسيطه جدا من حق الشرط الاول سوا. ربنا يوفقنا جميعا كده يا رب اللهم امين. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.